القهوه هي حاجه بتتحكم في رتم يومك، فتاكد كويس جدا انك بتاخدها صح ومن المكان الصح. فتعالى اما اقول لك على توليفه. 100 جرام من الهند الارابيكا، 75 جرام من البن الحبشي اللي ريحته حلوه جدا وبصراحه بيمكس معايا مع الهند الارابيكا بقى خطير كتير جدا. ف 50 جرام من البن البرازيلي كريمي جدا ومرته قليله مع الميكس ده رهيب. انا حاسس ان الميكس ده مش محتاج اي حاجه غير الوش، فانا اخترت هنا الفيتنامي. هحط 25 جرام من البن الفيتنامي هيظبط الوش بتاع الميكس ده بصراحه. فحطيت واحده من جوز الطيب، حوالي كده 3 جرام من الجينسنج. انا هنا زودت الجينسنج شويه يعني شويتين بصراحه علشان هاخده معايا البيت عشان استخدمه وانا رايح الجيم. على 10 جرام من الحبان، شويه ورد وقرنفل بيخلوا ريحه القهوه حلو. هنزل الميكس ده كله في بعضه وبعدين هقلب، باخد منها معلقتين بن وبعد كده اقلب الكلام ده كله في بعضه، اقلبه كويس جدا. يا جماعه دي طريقتي وكل واحد ليه طريقته، صدقوني مفيش احسن من ان انت تفتكس في القهوه بتاعتك طالما انت كده كده اللي هتشربها يعني. بقلبه كويس جدا وبعدين بنزله على الكنكه بالتلج بتاعي وتعالوا ننزل بيه على النار. يلا يا عم عشان انا استعجلت، انجزنا. شايف كريمي حلوه، ريحتها حلوه، تديك طاقه وباور.